الحبوب ولا الكينات الحديثه تعطيهم لينا في الوان واشكال واحجام متنوعه. بعض المرات البراند تيكون مكتوب فيهم، وبعض المرات تنشوفوا رموز ولا ارقام مطبوعه. هاد التفاصيل هذه ماشي حاجه عشوائيه، الشكل اللون والحجم وحتى الكتابه اللي تكون مكتوبه في الكينات حوايج اللي تيدخلوا لنا الراس وتيبدلوا لنا الاحساس ديال الفعاليه. في هذا الفيديو هذا غنشوفوا الدور ديال اللون الشكل والحجم وحتى الكتابه في الكينات الحديثه. مرحبا بكم في قناتكم الدوابال، القناه اللي تنهضروا فيها على كيفاش التصور ديال الانسان يقدر يبدل الفعاليه ديال اي علاج صحي. الا عجبك الفيديو هذا اعطيني لايك ولا كومونتير واشترك في القناه الا مازال ما درتيهاش، ونبداو. النقطه الاولى اللي نهضروا عليها هي الحجم ديال الكينات. الحجم ما عندوش علاقه وما تيغيرش الماده الفعاله اللي كاينه في الدواء، ولكن الحجم يقدر يبدل كيفاش المريض يشوف الدواء وكيفاش يحس بالفعاليه ديالو. من جهه كاين المساله ديال البلع ديال الكينات. بزاف الناس تجيهم الكينات الكبار صعاب باش تسرطهم بالماء، بالخصوص الناس اللي كبار في السن، وكاين تتلقى الناس خايفين باش ياخذوا الدواء تيتفاداوه او تيهرسوه ولا تيذوبوه قبل ما يشربوه، حاجه اللي تقدر تبدل التركيبه ديال الدواء، بالخصوص الا كان الدواء مصوب باش يذوب في المعده ببطء. ملي تذوبو نتايا ولا تهرسو تقدر تبدل التركيبه ديالو. وعليها تتلقى بزاف الناس يفضلوا الكينات الصغار لانهم ساهلين مريحين وتيخليوك قادر باش تاخذ الدواء هذاك يوميا بسهوله. هذه من جهه. من جهه اخرى كاين التاثير النفسي اللي عنده علاقه بالحجم ديال الدواء. بزاف من الناس نشوفوا كينه كبيره وتنقولوا هذيك الكينه عندها فعاليه كبيره، وتنشوفوا كينه صغيره تنقولوا الكينه الصغيره عندها فعاليه صغيره. بطبيعه الحال هادشي ماشي صحيح، لان الفعاليه ديال الدواء عندها علاقه بالخصائص الكيميائيه ديال الماده الفعاله اللي كاينه في الدواء، ماشي بالحجم ديال الكينه. ولكن الحجم يقدر يبدل لك التوقع ديالك، والتوقع ديالك يقدر يبدل الشعور ديال الفعاليه ملي تاخذ الدواء. وهذه المساله هذه هي اللي تنسميوها تاثير البلاسيبو. والنقطه الثانيه اللي نهضروا عليها هو اللون ديال الكينات. اللون بحال الحجم ما تيغيرش الماده الفعاله في الكينه، ولكن يقدر يغير لك المشاعر، الثقه وحتى النتيجه اللي تتوقعها المريض. الا كان الدواء عنده لون مميز وواضح، هادشي يقدر يجعل المريض ياخذ الدواء هذاك باستمرار يوميا. ولكن الا ما عجبوش اللون ديال الدواء يقدر يجعلو ينساه ولا يتفاداه، بخصوص في العلاجات الطويله. كل لون وعنده معنى من موراه. مثلا اللون الاحمر او البرتقالي في الكينات يقدر يعطيك الصوره ديال الطاقه ولا النشاط. اللون الازرق ولا الخضر يقدر يعطيك احساس ديال الراحه ولا النعاس. واللون الابيض تنعتبروه محايد ولا امن، بحال اللي تنشوفوه في الاسبرين ولا المسكنات. اللون اللي تيجينا غامق بزاف تنعتبروه هذاك الدواء عنده فعاليه كبيره. والدواء اللي عنده اللون فاتح بحال الابيض والاصفر تنعتبروه دواء امن نقدروا نثيقوا فيه. بطبيعه الحال الثقافه تتلعب دور كيفاش نشوفوا اللون ولا شنو المعنى اللي تنعطيوه كل لون. الالوان اللي تنعتبروها الوان زوينه وتتعجبنا هنا في المغرب تقدر تمشي لشي بلاد اخرى ويشوفوها بطريقه مختلفه تماما. والنقطه الثالثه اللي نهضروا عليها هو الشكل ديال الدواء. الشكل بحال الحجم واللون تيساهموا في التجربه الكامله، غادي يغيروا لك النفسيه ديالك والتوقعات ديالك ملي تاخذ الدواء. الا كان الشكل ديال الكينه مناسب، المريض غادي يستمر باش ياخذ الدواء. الا كان الشكل تيخوف ولا ما عجبكش، الثقه ديالك في الدواء غادي طيح، اللي يجعلك تنسى الدواء وما تاخذوش يوميا وباستمراريه. الكينات مثلا الكينات الصغار اللي مدورين، النظره ديالنا اللي تناخذوهم تنعتبرهم انهم ساهلين باش يتبلعوا، بساط ومريحين. بالحق الشكل ديال الكينات اللي هو كابسولات، بالخصوص الكابسولات اللي فيهم جوج الالوان، تنشوفوهم بطريقه مختلفه. تنعتبروهم دواء مصوب بتقنيه واحترافيه كبيره. معنيتها التوقعات ديالنا ملي تناخذوا الدواء هذاك تتكون كبيره. تنقول الدواء راه مصوب بواحد الجوده عاليه، غير حيت الشكل ديالو والتقنيه باش مصوب تتكون تقنيه كبيره. حيت الماده الفعاله راه هي الدواء، تقدر تشد الماده الفعاله نفسها وديرها في كينه بيضاء صغيره، او ديرها في كابسوله اللي مزوقه وفيها الالوان وتتبان فيها احترافيه كبيره. واخا الماده فعاله نفسها في جوج الانواع وجوج الاشكال ديال الدواء، الطريقه باش غتشوف الماده الفعاله في الكينه غتكون مختلفه على الطريقه اللي غتشوف الدواء ملي تيكون عنده الشكل ديال الكابسول اللي هي مصوبه واحد التقنيه واحترافيه كبيره. والنقطه الاخيره اللي نهضروا عليها هي البراندين والليبلز. البراندين هو الاسم، الشعار
الهويه ديال الشركه او المنتوج، حاجه اللي تخلينا نعقلوا على المنتوج هذا بسهوله. الليبلز هما المعلومات اللي تكونوا في العلبه والباطه ديال الدواء، بحال طريقه الاستعمال، تركيز، الاسم العلمي الى اخره. الحق اللي لازمنا نعرفوه، البراندين والليبلز ماشي غير زواق، هادو حاجه تطلع التصور ديالنا في الفعاليه ديال الدواء غير بالاسم والكلمات اللي تيستعملوها. والعرض والاعلانات هما تيلعبوا دور كبير في الطريقه باش تشوف الدواء اللي تتاخذه. ملي تاخذ دواء عنده براند كبير ومصوبه شركه كبيره وعنده اسم مشهور، ماشي بحال ملي تاخذ دواء جينيريك مثلا مصوبه شركه ما معروفاش وشركه صغيره. انت في راسك وفي بالك راه تدير الفرق بلا ما تتشعر. وحاجه اخرى اللي لازم نعرفوها، الاعلانات والاشهار ديال الادويه حاجه غير مسموح بها في العالم كامل، من غير جوج ديال الدول، امريكا ونيوزيلاند. في هاد جوج ديال الدول القانون تيسمح للشركات ديال الدواء باش يديروا الاشهار ديال الادويه في التلفازه، عندهم حاجه عاديه. وغتجيك غريبه الا شتي التلفازه مثلا في امريكا غتشوف اغلبيه الاشهارات هما اشهارات ديال الادويه. هذه حاجه في المغرب وفي باقي العالم ما مسموحش بها نهائيا. الدوله تتقول لنا، الدوله في المغرب وفي الدول العالم كامل تتبغي ان المعلومات اللي تاخذها على الدواء تجي غير من الطبيب والصيدلي فقط، ماشي من الاشهارات اللي تشوفهم في التلفاز. اذا شفنا ان التجربه ديالنا مع الدواء وبالخصوص الكينات ماشي غير كيمياء فقط، بل هي نفسيه واحساس. شفنا كيفاش الحجم، الشكل، اللون، البراندين والليبل كامل تيلعبوا دور في الطريقه اللي تنشوفوا بها الدواء، الطريقه اللي تطلع لنا الثقه او تهبط الثقه ديالنا في الدواء وتتبدل لينا الاحساس ديال الفعاليه ديال الدواء اللي تناخذ.